أهلا بكم أصدقائي في فيديو سنواصل خلاله تغطية ميد سبورت الشاملة للميركاتو الصيفي، وهذه المرة مع الصفقات التي أخذت طابعا رسميا. فبعد أن قدمنا لكم في 9 أجزاء سابقة أبرز الصفقات الرسمية، جاء الدور على الجزء العاشر من هذه السلسلة الخاصة، بحيث ستشاهدون أقوى 10 صفقات جديدة تمت رسميا هذا الصيف. صفقات مجانية لنجوم معروفين. بشكل مجاني حصل ليل على خدمات أومتيتي بعد فسخ عقده بالتراضي مع برشلونة، كما انتقل كوادرادو إلى إنتر ميلان بعد نهاية عقده مع يوفنتوس، وانضم كافاني إلى بوكا جونيورز بعد نهاية عقده مع فالنسيا، فيما انتقل تاديتش إلى بشيكتاش بعدما أنهى أياكس عقده بالتراضي. ورحل بنجامين ميندي إلى لوريان بعد انتهاء عقده مع السيتي، هذا بالإضافة لخامس رودريغيز المنتقل إلى ساو باولو بعد فسخ عقده مع أولمبياكوس قبل أشهر. بيلورين المنضم إلى بيتيس بعد نهاية العقد مع سبورتنج لشبونة. ناني إلى أدانا سبور بعد نهاية عقده مع ميلبورن الأسترالي. ومنير الحدادي الذي انضم إلى لاس بالماس بعد انتهاء عقده مع ختافي. هندرسون وديمبلي إلى الاتفاق. نجم جديد يغادر أوروبا ليلتحق بأحد أندية دوري روشن. الحديث عن لاعب الوسط الإنجليزي الذي انتقل من ليفربول إلى الاتفاق السعودي مقابل 13 مليون يورو، بالإضافة للمتغيرات بناء على طلب مدرب الأخير ستيفن جيرارد. وسيرتبط صاحب 33 عاما بعقد مدته 3 سنوات مع الفريق، ويودع القائد هندرسون جماهير أنفيلد عقب 12 عاما قضاها بقميص الريدز، خاض خلالها 492 مباراة مسجلا 33 هدفا، وقدم 61 تمريرة حاسمة مع 8 ألقاب. كما أعلن الاتفاق أيضا تعاقده مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ليون، على أن يرتبط صاحب 27 عاما بعقد لعامين مع الفريق، وهو الذي سجل 70 هدفا وصنع 19 خلال 172 مباراة خاضها بقميص ليون. ألكسندر نوبل إلى شتوتغارت. أملاً في الحصول على فرص أكبر للعب بصورة منتظمة، انتقل الحارس الألماني من بايرن ميونخ إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 1,000,000 يورو، مع عدم وجود بند يتيح للأخير خيار الشراء. وكان صاحب 26 عاما قد انضم لصفوف بطل البوندسليغا صيف 2020، لكنه لم يخض سوى 4 مباريات فقط في حضرة العملاق مانويل نوير، ليخرج كمعار إلى موناكو لموسمين منذ صيف 2021. ومع انتهاء إعارته هذا الصيف قرر بالاتفاق مع البايرن الرحيل لشتوتغارت في إعارة جديدة. أوكافور وريجندرز إلى ميلان. بشكل رسمي حصل ميلان على توقيع المهاجم السويسري نوا أوكافور صاحب 23 عام قادما من ريد بول سالزبورغ لمدة 5 مواسم مقابل 14 مليون يورو، وهو الذي خاض 32 مباراة مع بطل النمسا بالموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري النمساوي. هذا وأعلن الروسونيري أيضا تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريجندرز ابن 24 عام قادما من الكمار مقابل 19 مليون يورو، بعد تألقه الكبير خلال الموسم الماضي مع الفريق الهولندي الذي يتواجد معه منذ صيف 2020، حيث خاض ريجندرز 54 مباراة سجل بها 7 أهداف وصنع 12، كما لعب دورا في بلوغ الفريق نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. سامويل تشوكويزي إلى ميلان. إلى جانب أوكافور، ريجندرز و4 آخرين، أعلن ميلان عن 7 صفقاته الصيفية بالتعاقد مع الجناح والمهاجم النيجيري قادما من فاياريال حتى صيف 2028 مقابل 20 مليون يورو. يأتي ذلك بعد انتداب الروسونيري للثنائي السابق، إضافة لبوليسيتش، لوفتوس تشيك، ماركوس بورتيلو ولوكا روميرو. وكان تشوكويزي ابن 24 عام قد انضم للغواصات الصفراء في 2017 ليبدأ مسيرته مع الفئات السنية قبل ترقيته للفريق الأول،
فخاض معه 207 مباراة سجل بها 37 هدفاً وصنع 31 مساهماً في تتويجه بالدوري الأوروبي قبل عامين. ودولياً لعب 28 مباراة مع منتخب نيجيريا أحرز بها 4 أهداف. آلان سانت ماكسيمين إلى أهل جدة. بعد التعاقد مع ميندي، فيرمينو ومحرز، يواصل الأهلي السعودي التسوق بملاعب أوروبا، وهذه المرة بالتعاقد مع الجناح الفرنسي قادما من نيوكاسل يونايتد لمدة 3 مواسم مقابل 27 مليون يورو، وبذلك ينهي صاحب 26 عام مغامرة استمرت ل4 سنوات في الكرة الإنجليزية بقميص الماكابايز، حيث يلعب للفريق منذ صيف 2019، وخلال 124 مباراة شارك بها سجل 13 هدفاً وصنع 21، علماً بأنه ارتدى قمصان عدة أندية أوروبية أخرى أبرزها موناكو، هانوفر 96 وسان جيتيان. أوغو شوكوي وأنجيلو إلى تشيلسي. ثنائي شاب ينضم إلى البلوز، حيث أعلن تشيلسي تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي ليزلي أوغو تشوكوي صاحب 19 عاماً قادماً من رين لمدة 7 سنوات مع خيار التمديد لعام آخر في صفقة كلفت خزينة البلوز 27 مليون يورو. كما أعلن النادي الإنجليزي تعاقده أيضاً مع الجناح البرازيلي أنجيلو غابرييل ابن 18 عام قادماً من سانتوس بعقد طويل الأمد مقابل 15 مليون يورو. فابينيو إلى الاتحاد. بعد هندرسون، لاعب آخر يغادر كتيبة يورغن كلوب ويودع مقاطعة الميرسيسايد نحو دوري روشن، حيث أعلن اتحاد جدة السعودي حصوله على توقيع لاعب الوسط البرازيلي لمدة 3 مواسم قادما من ليفربول مقابل 46 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخه. كما تعتبر هي الصفقة السادسة للعميد بعد انتداب بنزيما، كانتي، جوتا، سلطان الفرحان وصالح العمري. ويغادر فابينيو ابن 29 عاما ملعب أنفيلد عقب 5 مواسم شارك خلالها في 219 مباراة، وكان أحد ركائز الألماني كلوب الرئيسية، مساهما في تتويج الريدز ب7 ألقاب منها البريمير ليج ودوري الأبطال. ساديو ماني إلى النصر. لمجاورة البرتغالي رونالدو في خط الهجوم، تعاقد النصر السعودي رسمياً مع الجناح السنغالي قادماً من بايرن ميونخ لمدة 3 مواسم مقابل 30 مليون يورو. ويغادر صاحب 31 عاماً أسوار آليانز أرينا بعد موسم عصيب لم يستطع خلاله تكرار نجاحه الكبير الذي حققه بصفوف ليفربول في المواسم السابقة. كما دخل في بعض الأزمات، ويأتي تعاقد العالمي مع ماني بعد أيام فقط من إعلان تعاقده أيضاً مع البرازيلي أليكس تيليس صاحب 30 عام من مانشستر يونايتد لمدة عامين مقابل 7 ملايين يورو. عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان. بشكل فاجأ برشلونة، وبعد محادثات لم تدم طويلاً نجح باريس سان جيرمان في الظفر بخدمات النجم الفرنسي حسب ما أعلن تشافي هرنانديز بنفسه مؤخراً، حيث تمكن النادي الباريسي من إقناع صاحب 26 عام براتب أكبر من الذي يتقاضاه مع برشلونة إضافة لبعض المغريات. كما أبلغ النادي الكتالوني بخطاب رسمي قبل بداية أغسطس يقضي بنيته دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 50 مليون يورو قبل أن يرتفع ل100 مليون يورو مع بداية الشهر، لكن سيتطلب الأمر عدة أيام لإجراء المعاملات ومن ثم الإعلان الرسمي، مع العلم أن ديمبلي سيرتبط مع الباريسيين بعقد ل5 أعوام، وسيحصل هو ووكيله على حوالي نصف قيمة صفقة انتقاله، فيما يحصل البارسا على النصف الآخر. نختم هذا الفيديو بالإشارة لبعض المواهب الشابة التي رحلت عن قطبي إسبانيا، حيث أعار برشلونة لاعبه الجديد جوليان أراوخو إلى لاس بالماس، كما وافق على بيع نيكو غونزاليس إلى بورتو مقابل 8 ملايين يورو، ورحل أرنو تيناس حارس الفريق الرديف إلى سان جيرمان بعد نهاية عقده. فيما أعلن ريال مدريد رحيل لاعبه أنطونيو بلانكو نهائياً إلى ألافيس مقابل 4 ملايين يورو، وأعار لاعب كاستيا جولان جون إلى روما لمدة موسم مع خيار الشراء.